السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهاردة بطاطس محشية باللحمة المفرومة. طعمها حلو جدا، طريقة جديدة ومختلفة، كمان صحية، فيها كل البروتين والعناصر اللي احنا محتاجينها. وجبة حلوة جدا للأطفال. عشان اعمل الوصفة دي ياريت الاول لو مش مشتركين في القناة تشتركوا وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل جديد من اكلة ماما. عشان اعمل بقى الوصفة دي انا محتاجة بطاطس عادية جدا مسلوقة ومهروسة ناعمة. هنزل عليها ببقدونس متقطع ناعم، ومعايا كمان حبة واحدة بس من البيض هنزلها، ومعايا الملح. طبعا انا حطيت لها ملح وهي بتتسلق، فهضيف بس معلقة من الدقيق، وهنضيف فلفل اسود وكزبرة جافة، والتوابل طبعا حسب الرغبة، لو تحبوا كمان رشة جوز الطيب. وهقلب بقى الكلام ده كويس جدا مع بعض. وانا عاوزاه عجينة متماسكة تكون سهلة التشكيل معايا، اقدر اشكلها شكل بيضاوي، شكل مدور، الشكل اللي انا عاوزاه. اهم حاجة ان احنا نعجنها كويس جدا وتكون معايا عجينة كده موحدة ومتماسكة. بعد بقى ما عجنتها كويس هبتدي اشكلها كده، واحط اللحمة المفرومة في النص واقفل عليها. هعمل بقى شكل بيضاوي زي ما احنا شايفين، هعمل شكل مدور، الشكل اللي انتوا عاوزينه تعملوه مفيش اي مشكلة. العجينة سهلة جدا وبتتشكل معايا. هنزل بقى في الدقيق كده، اديها تعفير الدقيق محترمة قبل ما تنزل الزيت، عشان تديني لون كده ذهبي محمر حلو قوي، وتتحمر معايا بكل سهولة. وده شكلها كده وهي في طاسة التحمير. شايفين بقى مدية لون حلو جدا، لونها جميل، وشكلها زي البطاطساية السليمة. يعني الشكل البيضاوي مديها شكل كأنها بطاطساية سليمة متحمرة، لكن طبعا احنا حاشينها باللحمة المفرومة. سهلة وسريعة جدا، والأطفال هيحبوها قوي، كمان مفيدة ومغذية ليهم جدا. ده شكلها النهائي بقى بعد ما اتحمرت كده، ورصيتها على مناديل المطبخ علشان يشد اي زيت زيادة معايا. عايزة اقول لكم ان طبعا مستوية حلو جدا، ان هي كده كده مستوية، بس انا عايزاها تاخد لون وقرمشة. فيها كل العناصر اللي احنا محتاجينها، زي ما قلنا وجبة صحية وتنفع جدا للاطفال، مفيدة ليهم جدا. شايفين بقى كده اللي بقطعها لكم عشان تشوفوا الحشو من جوه، حلوة وصحية. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوناش باللايك والشير. استناكم في فيديو جديد من أكلة ماما. بحبكم، سلام.